السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، وحشتونا وشرفتونا جدا. انا مش عارفين مع موضوع طبيب الاهلي ومشاكلنا مع دكتور الاهلي ده هتخلص امتى. اشرف داري 3 اسابيع، للاسف الشديد اشرف داري 3 اسابيع مش هيكون موجود مع النادي الاهلي. اشرف داري اللي احنا كنا معولين عليه يغطي ويكون راجل مكان محمد عبد المنعم، تشخيص غلط من الدكتور بتاع الاهلي. وللاسف للاسف والله الموضوع يعني بصراحه دمه تقيل. يعني مش اول مره يحصل معانا موضوع التشخيص الغلط، قبل كده كريم نيدفيد، دلوقتي اشرف داري. ايه يا جماعه فكره التشخيص الغلط ده؟ عيب لما تبقى دكتور النادي الاهلي وتشخص تشخيص غلط يعني. اعطيت راجل الضوء الاخضر عشان ينزل التدريبات، نزل راجل التدريبات، ومع اول 10 دقائق في اول مباراه راجل اتصاب تاني. اشرف داري للاسف اشرف داري غياب 3 اسابيع. محمد هاني لسه كمان قدامه اسبوعين. اصاباتنا يعني مش كتير، اصابات الفريق بصراحه برضه عشان ما نكونش احنا ضاغطين قوي على الراجل دكتور الفريق. بس يعني يعني اشرف داري كان المفروض اسبوع ويرجع. اشرف داري جبناه ما لعبش اشرف داري. بس على العموم محمد هاني محتاج اسبوعين، اشرف داري للاسف كمان مره محتاج 3 اسابيع عشان خاطر يكونوا جاهزين. ياسر ابراهيم جاهز جدا، امام عاشور جاهز جدا. فرقه تقريبا فول تيم باستثناء الاثنين دول لقائمه النهارده. مباراه النهارده ضد سيراميكا خصم عنيد ودمه تقيل، وشفناه عمل فيه هنا في السوبر. يعني احنا بنقول وبنحذر من بدري، يا ريت اللي حصل في مباراه السوبر ما يحصلش النهارده تاني. هننزل بالقايمه لان تقريبا القايمه جاهزه جدا، مفيش بس غير زي ما قلنا محمد هاني واشرف داري هم اللي خيروا القايمه للاصابه. وكريم فؤاد ربنا يرجعه بالف سلامه يا رب. جمهور الزمالك بيحلم مع نفسه، جمهور الزمالك كده بيمزك وبيلحن وبيعيش الدور وبيعيش الوقت، وعايش مع نفسه. امبارح رافع لفته بيقول لك انا بطل ابطال افريقيا. بطل ابطال افريقيا يا غريمي، وانت بقالك سنتين ما وصلتش دوري الابطال. انا عايز اعرف بطل ابطال افريقيا بناء على ايه يعني؟ حتى خالد بيومي امبارح طلع انتقد والله العظيم، انتقد يعني جمهور الزمالك، قله من جمهور الزمالك يا سيدي، واعلام الزمالك، الناس اللي طالعه تشكك في بطولات الاهلي. واصل الأهلي ما قلنا جايبينها من بيتنا احنا حرين ماشي، بس خالد بيومي واحد قيمه وقامه في الاعلام في مصر وفي الامارات، طب يطلع بيشيد بالاهلي ومن الناس اللي بتقلل من بطولات الاهلي، ويقول لك ان الناس في الخليج كلها مقدره شغل اداره الاهلي ومقدره الفرقه ومقدره الانجازات. الا عندنا في مصر هنا والله العظيم ناس تستحق الاعدام. ناس الا بقى جمهور الزمالك في ملكوته كده، انت فاهم؟ انا بطل ابطال افريقيا. طب انت يا عم بتصعد دوري ابطال السنه دي؟ لا. طب السنه اللي فاتت؟ لا. طب خدت البطوله امتى اخر مره؟ انا هناك يعني 2001 2002 من 22 سنه. ده تقريبا الناس اللي خدت معاك اخر بطوله ما فضلش حد من عايش للنهارده. احلام العصاري دي واوهام والله. احلام العصاري واوهام وكلام كله هري 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 هري. طلع ابراهيم فايق قال لك يا عم احنا اللي كنا بنتعامل مع الفيفا شخصيه. حاجات كده والله، حاجات كلام ملو اي معنى، او انت فاهم يعني. هم مش قادرين وبيلعبوا ماتشاتهم امبارح في الدوري. مباراه امبارح كانت الدوري، كانت الزمالك ضد البنك الاهلي، فضايح تحكيميه بالجمله. ولو ادارتنا سكتت على الفضايح بتاع التحكيم دي من اول الموسم يبقى غلط. اداره النادي الاهلي لازم تاخد حد، اداره النادي الاهلي لازم تحط موقف وتحط حد للمهزله التحكيميه اللي بتحصل. امبارح فضيحه تحكيميه في ماتش بيراميدز، وفضيحه تحكيميه في ماتش الزمالك. فضايح تحكيميه وانحياز للفرقه دي بشكل علني وبشكل تام. مشاكل التحكيم مش هتخلص النهارده. الاهلي هيلعب مع سيراميكا الساعه 8 على اون تايم سبورت. زي ما قلنا فرقتنا داخله كلها فول تيم باستثناء محمد هاني واشرف داري. يوسف ايمن تقريبا هيكون اساس النهارده، لسه التشكيله ما نزلتش. يوسف ايمن هيكون اساس النهارده مكان ياسر ابراهيم، مع ان ياسر جاهز وانا بفضل الناس يبدا، بس خلينا نجرب الناس والناس تلعب وتاخد. عمر الساعد كمان تقريبا بنسبه كبيره هيكون خارج القايمه لعدم الاستكمال البدني، يعني راجل مش جاهز بدنيا 100%، استبعاد فني. النهارده كمان في معمعه كبيره جدا، السبت الممتاز النهارده في ضرب نار في الدوري الانجليزي. ارسنال ونيوكاسل هيلعبوا الساعه 2:30. السيتي وبورسموث وليفربول وبرايتون الاثنين هيلعبوا الساعه 5. وفي النهارده الماتش كمان بتاع الملكي الكبير، ماتش ريال مدريد النهارده ضد فالنسيا، كان المفروض يتلعب الساعه 11 بس للاسف المباراه اتاجلت لاجل غير مسمى بسبب الاقليم اللي ضرب فالنسيا. الاعصار الكبير ضرب فالنسيا من يومين، والمباراه النهارده اتاجلت ومش هتتلعب. عندنا بس حاجه بسيطه قبل ما نقفل وقبل ما نختم الفيديو. يا ريت جمهورنا يعني يا ريت جمهورنا احنا ما يلتفتش الالتفات اللي بتحصل دي، عشان ده كلام اي كلام والسلام.
سيب اللي عايز يرفع يفط يرفع، واللي عايز يقول يقول. اصل دي ناس بتتكلم في اي، بص عايزين يغلوش عليك باي طريقه، لا هم عارفين يكسبوا مكسبك، ولا عارفين يستقروا استقرارك، ولا عارفين يطوروا تطويرك. وناس بتحقد من جواها بالذات الاعلام، الاعلام الفاسد، واتحاد الكره اللي افسد منه، ولجنه المسابقات اللي افسد من الكل. اخواتنا وحبايبنا، النهارده ان شاء الله اول ما تنزل التشكيله بتاعتنا هننزل فيها بفيديو على طول. ادعمونا بلايك وشير وكومنت لطيف من اخواتنا وحبايبنا، الناس اللطيفه اللي موجوده عندنا على الصفحه. اخواتنا وحبايبنا، شرفتونا ونورتونا وهتوحشونا جدا، والسلام عليكم.